عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. منتشر واحد الفيديو في مواقع التواصل الاجتماعي، وحتى أن الأخبار الإسبانية تحدثت على ذلك. أن واحد المجموعة من الفلاحين الإسبانيين تعرضوا لواحد الشاحنة مغربية محملة بمطيشة، وبداو تيشتو داك الشيء في الطريق، والفيديو هو كاين غادي نشوفوه إن شاء الله. تصادف أن الفلاحين الاسبانيين كانوا دايرين اضراب قاطعين الطريق، وتصادفوا مع ديك الشاحنه واستغلوا الفرصه وحلوا داك الكاميون وبداو كيرميو الحموله اللي هي على شكل مطيشه. المشكل وهو ان هذيك الحموله ولا ان داك الانتاج هو موجه الى بريطانيا، دايز في الطريق، ما غادي لا لفرنسا ما غادي لا لاسبانيا. الاسبانيين، انا مات الانتباه ديالي في داك الفيديو اللي غادي ندير منه واحد اللقطه فيه نوع من الحقد، وان كان الموضوع مجرد صدفه كما قلت، فيه نوع من الحقد ديال الفلاحين الاسبانيين على الانتاج المغربي. فمن هما تيفرغوا ديك الحموله، واحد في دوك الفلاحين كيقول لهم بطريقه واحد استهزائيه، كيقول لهم طوماطيط شيري. طوماطيط شيري هي واحد النوع من الطماطم صغيره، يمكن كيقولوا لها في المغرب لا سيريز واقيلا، ولا وهي طماطم صغيره الحجم ديالها قد البيه وقد الكرات الصغيره. فقال لي بديك الطريقه الاستهزائيه طوماطيط شيري، على اساس ان المغرب ما عندوش القدره والكفاءه باش يصايب ديك مطيشه. هذا هو مثال الانتباه ديالي. الفلاحين المغاربه طبعا الفلاحين الاسبان وحتى الفرنسيين ساخطين بكل ما تحمل الكلمه على المنتوج المغربي اللي كيدخل لاوروبا. علاش؟ لان اوروبا في الاربع سنوات الاخيره خفضت واحد 25% من الانتاج الاوروبي، يعني من الانتاج الاسباني والانتاج الفرنسي، لان اسبانيا وفرنسا تتمنع على الفلاحين ديالها يستعملوا واحد النوع من المواد او المبيدات الكيميائيه، في حين ان المغرب يسمح بذلك وهذا قانوني. في ذلك فليتنافس المتنافسون. ف اوروبا تعتمد على المنتوج الفلاحي المغربي لانه منخفض التكلفه بسبب اليد العامله في المغرب. هاد الاسباب اللي ذكرت هي كتخلي ان الطماطم المغربيه تتفوق على الطماطم الاسبانيه والفرنسيه، وهذا ما يخلق سخط كبير جدا ولغط كبير جدا. فالسؤال الان المطروح هو ما المواطن المغربي ما محله من الاعراب في هذه القضيه؟ طبعا سيستفيد، غادا ترخص المطيشه في المغرب، وغادا ترخص الفواكه والخضروات، خصوصا بعد ما موريتانيا صعبات دارت شروط صعبه على الانتاج، على استيراد الانتاج الفلاحي المغربي. المواطن المغربي غيستفيد بشكل كبير، خصوصا حنا ان شاء الله مقبلين على شهر رمضان الابرك اللي تيتطلب المواد الغذائيه على مائده الاكل وخصوصا المطيشه. ولكن الفلاح المغربي غيتضرر، لان الفلاح المغربي هو تيقسم المنتوج ديالو الى قسمين، واحد الجزء تيصدرو لاوروبا، واحد الجزء تيدخلو للسوق المغربيه، طبعا باش يكون عنده واحد الهامش ديال الربح لا باس به. ولكن في هذه الحاله غادي يخسر الشيء اللي غادي يخليه انه يقلب على منتوج اخر فين انه يدبر على الربح. الشيء اللي غادي تولد عليه ان المطيشه والفواكه والخضروات غادي ترخص دابا، ولكن مع المده غادي ترجع الى الثمن اللي كانت عليه في السابق. شنو كيخلي المطلوب او الدوله، شنو مطلوب من المغرب؟ فالمغرب هو مطالب بجوج ديال الحوايج. اول حاجه اليوم قبل غدا هو حمايه الانتاج المغربي الموجه الى اوروبا. ملي يوقعوا بحال هاد النوع ديال المشاكل فهو مطالب انه يفتح تحقيق، انه يضغط على الدول اللي وقع فيها هذه المشاكل، يدير واحد المجموعه من الاشياء اللي خصو يديرها. ومطالب كذلك بتنويع
مصادر الإنتاج. طبعا هو غادي في الطريق، ما يبقاش معتمد على الفلاحة. الفلاحة السياحة، الصناعة، وأقطع أشواط كبيرة صراحة في الصناعة، صنع السيارات، أجزاء الطائرات. واحد المجموعة من الشركات الصينية إن شاء الله راها جاية لطنجة، القصر الصغير، الميناء القصر الصغير. هادشي مطالب المغرب اليوم قبل غدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ¡Mírame dónde! ¡Mírame dónde! ¡Mírame dónde! ¡Mírame dónde! Mira, quita tierra, cera. Trae para acá, trae para acá. A ver, mira, Marruecos, no ves, dale vuelta, dale vuelta. Quita hierro. Tomate cherry. Ah, eso es tomate. Esto, oh. Tomate cherry. Producto de Marruecos, producto de Marruecos. Venga, ya. Ay, por lo menos que me parta la cara. Graba aquello, graba aquello, Que está grabando, que está grabando.